والنهارده بقى جات لحظة النهاية في مهرجان الغردقة الدولي للشباب، والحقيقة كان مهرجان من أحلى المهرجانات اللي أنا حضرتها، اللي فيها فعاليات، مهرجان بجد مش مهرجان بنتصور وبنمشي عليه الكرابيت وبس. معايا كمان بقى العريس بتاع المهرجان النهارده، الراجل ده تعب كتير جدًا عشان يخلّي المهرجان في الصورة اللي إحنا شُفناه، الحقيقة مهرجان مميز أوي وأنا مبسوط شُفت فعاليات كتيرة أوي. أنا باشكرك طبعًا على الكلام ده، وما فيش حد بينجح لوحده، أنا كان معايا فريق عمل كبير جدًا. يعني دايمًا باقول كده وده الحقيقي، يعني كل واحد لازم ياخد حقه، الناس تعبت، ناس عملت مجهود. الفندق هنا بصراحة ما بخلوش علينا بحاجة، الأستاذ حسام الشاعر رئيس مجموعة الفنادق دي كلها، فنادق Sunrise. إحنا بنعمل سياحة لمصر، يعني بجد، يعني وهذا المهرجان النهارده أنا يكفيني امبارح في الحفلة اللي إحنا عملناها وحضرتك شُفت جميع جنسيات العالم كانت موجودة، كل واحد فيهم قاعد بيصوّر بالموبايل بتاعه. يكفيني ده إن كل واحد قاعد من كل الجنسيات موجودين في الغردقة، جُم حضروا الحفلة بتاعة امبارح، على المكان اللي هم بالنسبة لهم ده مكان ساحر جدًا. فكون إن هم النهارده موجودين كل واحد لو بيعمل share، أنت عارف النهارده السوشيال ميديا والعالم مفتوح على بعضه النهارده. أنا لو قاعد النهارده في روسيا، في ألمانيا، من أي guest موجود النهارده في الفندق وبيشيّر حاجة حفلة لمهرجان الغردقة في هذا المكان، بيقول الغردقة موجودة، السياحة في مصر موجودة، السينما في مصر موجودة. أستاذ محمد يعني حضرتك واضح إن أنت بتحب السينما أوي، يعني مهتم جدًا بقضايا أفلام الشباب، مهتم بحاجات كتير أوي ليها علاقة بالشباب، يعني وهو طبعًا المهرجان للشباب، بس أنت حامل الموضوع واخده على يعني على قلبك أوي. طبعًا. بُص، أنا اتعودت أنا خريج معهد السينما، أنا طالب خريج معهد السينما، يعني وأنا طالب كان باحلم إن دايمًا الواحد يعمل أفلام ويعمل مسلسلات. الحمد لله أنا عامل أكتر من 50 فيلم ومسلسل. اشتغلت مع كبار النجوم من وأنا طالب باشتغل في السينما، يعني من وأنا صغير كان ليّا أفلام بتتصور عليها اسمي محمد البسوسي ككاتب سيناريو وحوار. فأعتقد إن الحكاية يعني الواحد شاربها أوي. الواحد مرّة حد قال لي الجملة دي زمان وكنت باعمل مسلسل رجالي كاسكندرية، بالمناسبة هو الأستاذ عبده اللي عامل البوستر بتاع المهرجان. زمان واحنا قاعدين لما بقول له انت غيرت الكارير بتاعك ليه؟ انت راجل مهندس وراجل يعني مستمتع بالحاجات دي كلها، النهارده انت ليه بتعمل بترسم او بتاع؟ قال لي الواحد بيجي في فتره من الفترات بيحب يغير من الكارير بتاعه. انا يمكن ظروف السينما بالنسبه لي، انا يمكن شخصيا قعدت فتره بعد ما عملت مسلسل خسرت فيه شويه، كان انتاجي خسرت فيه شويه فلوس وقعدت شويه بتاع. فجات لي فرصه ان انا اعمل هذا المهرجان لان انا كنت رئيس المركز القومي للسينما، وعملت دوره من اجمل الدورات، كانت الدوره ال22 الناس تشوفها على الانترنت موجوده، وعملتها برضو في المكان الخارجي. انا باحب السينما، يعني انا اكتشفت هذا المكان بعد ما عينت جميع فنادق الغردقه بدون مبالغه، ما سبتش اوتيل من الفنادق الكبيره الا لما بصيت عليهم وتابعتهم وشفت الحاجات دي كلها. فلما لقيت هذا المكان المدير الاوتيل لما كان بيوريني المكان الاول بيقول لي هوريه لك على قلت له لا على الصور يعني في الكتالوج، قلت له لا انا راجل بتاع سينما، وريني المكان. نزلت حلمت بيه غمضت عينيا قلت لهم المهرجان اتعمل هنا. وده حقيقي، يعني الحمد لله النهارده في الدوره الثانيه بشكر ربنا كتير جدا انه الحمد لله انه يعني حقق لي حلمي، والحلم مستمر في التحقيق ان شاء الله. قُل لي بقى المفاجآت أبرز المفاجآت اللي أنت شُفتها في الدورة دي، والمفاجآت اللي ممكن نشوفها في الدورات الجاية. أنا دايمًا باحاول أدوّر على كل حاجة جديدة، أنا كمحمد البسوسي في حياتي حتى مع ولادي يعني ولادي، يعني ابني هو مُخرج الحفلة النهارده وهو المونتير بتاع المهرجان، ويعني وزمايلهم اللي أنا كنت بادرس لهم في كلية السينما هم النهارده اللي بيصوروا المهرجان، هم اللي بيشتغلوا معايا في السوشيال ميديا. أنا نجحت بالشباب دول، لإن هو مهرجان شباب، هم النهارده أشطر مننا كلنا يعني أو عليّا يعني بالنسبة لي أنا هم أشطر مننا في السوشيال ميديا وفي التواصل مع العالم وفي حاجات كتيرة جدًا، فالمهرجان نجح بيهم. أنا كنت دايمًا باحب إيه، صاحب الفكرة مش حكاية سِنّي بقى ولا حاجة، إنه دايمًا لمّا يكون فكرك شباب. فأنا حلمت إن أنا في يوم من الأيام إنه ليه الطلبة بتوع معهد السينما الأفلام القديمة، أنا عايز أشوف شريف عرفة النهارده المُخرج العظيم ده والمُخرج الكبير اللي حقق نجاحات كبيرة جدًا، عايز أشوف ساندرا نشأت كانت بداياتهم إزاي، هالة خليل، الحاجات دي كلها محضّرينها إن شريف شاء عرفات الله وساندرا نشأت. بالتعاون مع معهد السينما. لمّا جيت أول سنة فكّرت إني أنا أكرّم الأستاذة ساندرا نشأت، ده شيء مهم جدًا، ومش تكريم بس، ده أنا عاوز الفكرة جات إن أنا عاوز أشوف الفيلم اللي هي أخرجته وهي طالبة، أقول للناس الست دي النهارده المخرجة الناجحة دي بدأت إزاي،
فتكتشف ان انت قاعد بتشوف حلم بيتحقق، اكنك بترجع آلة الزمن لورا، وبتشوف ساندرا نشأت اللي بتتكلم في فيلم مشروع التخرج بتاعها قد ايه هي كانت سعيده، قد ايه كل الناس كانوا سعداء، انه الافكار نفسها الشخصيه بتنمو وبتتطور. الحاجات دي كلها دي تعتبر من اهم الافكار اللي انا عملتها. يمكن تكون فكره حد حلم بيها انه يعملها، لكن مين اللي نفذها بجد حقيقي؟ انا والدكتوره ايمان يونس عميده المعهد العالي للسينما، بفضل يرجع لربنا وليها، كانت بتنزل بنفسها للارشيف وتطلع الافلام وتاخد الافلام تبعت حد يروح مدينه الانتاج الاعلامي يعملها عشان خاطر تبقى جاهزه انها ديجيتال، انها نعرضها بالطريقه بتاعتنا. لانه زمان كانت الناس اللي ما تعرفوش مدى صعوبه الموضوع قد ايه، ان انا بصور افلام 35 مللي، يعني اللي هو البكر بتاع زمان ده، والمكنه بتتحط في الحاجات، وكان طبعا هي اللي حولته بصراحه المعهد اللي عمل ده مع مدينه الانتاج الاعلامي، بحيث ان هم محتفظين بالنسخه. لكن يظل حق العرض الادبي لمهرجان الغردقه لسينما الشباب. السنه الجايه ان شاء الله في افلام طلعتها لي، افلام مروان حامد فيلم مشروع تخرجه، مشروع الاستاذه هاله خليل مع حفظ الالقاب يعني كلهم، مشروع شريف عرفه موجود. المفاجاه ان احنا لقينا فيلم الاستاذ سمير سيف الله يرحمه رحمه الله عليه، المخرج العظيم اللي هو اسرى السينما برضه بحاجات كتيره جدا. هنجيب حد من زملائه ان شاء الله الموجودين يتكلم عن الفيلم ويتكلم عن المرحله دي. ده كان من اهم الحاجات اللي انا بالنسبه لي يعني. الحاجه الثانيه المهمه انه نجاح المهرجان السنه اللي فاتت خلى الاستاذ مسعد فوده النقيب سينمائيين ورئيس الاتحاد العام للنقابات للفنانين العرب طلب ان هو السنه دي يكون موجود الاتحاد العام للفنانين العرب كله عشان يعملوا الاجتماع السنوي بتاعهم في المهرجان عندي. ودي كانت حاجه بجد مهمه جدا بالنسبه لي، ويعني حاجه شرفت المهرجان هذا التواجد هذا العرس. يمكن حضرتك شايف الاعلام اللي موجوده عشان خاطر نقول ان الدول العربيه موجوده. المهتمين بالسينما دوله روسيا اهتموا وبعتوا افلام، كل دول العالم لمهرجان لسه بيتولد بعتوا اكتر من حوالي اللي احنا خدناهم بنعرضهم حوالي اكتر من 70 فيلم داخل المهرجان. اعتقد الحمد لله ده نجاح لفكره اتولدت، الحمد لله الناس كلها مبسوطه، كل الوفود العربيه موجوده، كل الاجانب الموجودين في لجنه التحكيم. مهرجان بيتولد الحمد لله، اتولدنا كبار وهنستمر بدعم الشباب. بس انا ليا عتاب على بعض لو سمحت لي، يعني مش عايز ابقى يعني لبعض النجوم، يعني في بعض كتير من النجوم ان هو بيبقى خلاص بيقولوا انه جاي، بنحجز تذاكر، بنبقى متفقين على حاجات معينه، وفجاه بتحصل حاجات ممكن ان هم يعني ايه يتغاضوا عنها. يعني انا برضو مش عايز الوم بعض الناس، بس يعني كل واحد ليه ظروفه. بس ده مهرجان، ده مهرجان بيتعمل للبلد وفي البلد ولسياحه البلد. لما يشوفوا اللي حصل في المهرجان هتلاقيهم اول ناس هم اللي بيطلبوا يعني اتمنى انه الناس تكون فاهمه ده، ان انا بعمل مهرجان مش لمحمد البسوسي، مش عشان خاطر وهذا المهرجان يعني مش هتكلم في بيتعمل ازاي وتفاصيله ازاي، لان الناس كلها عارفه يعني ايه كلمه مهرجان، يعني ايه بجيب ناس من بره، يعني ايه بجيب ناس من القاهره للغردقه طيران، مش مثلا في مدينه قريبه هركب العربيه ساعه واقدر اروح ان انا يعني اروح المكان وارجع. في صعوبه شديده جدا، لكن كون ان انت تبقى متواجد الحمد لله بجهود الذاتيه، مش ذاتيه بس عشان ما بقاش يعني، لكن في جهود. ما فيش دعم طبعا، لا ما فيش دعم، يعني وزاره الثقافه لسه السنه دي ما ادتش دعم، هم قرروا ان هو الدعم يكون دعم ادبي السنه دي برضو لتاني سنه. مهرجان كان لازم يطلع، وبامانه شديده جدا في ناس وقفوا مع المهرجان انه لازم يطلع، اولها الاستاذ حسام الشاعر، اولهم حقيقه يعني ناس كتيره جدا. الاستاذ الدكتور محمد سلامه الشاعر واقف مع المهرجان وفي ظهر المجال، الاستاذ مسعد فوده واقف مع المهرجان وبقوه، لانه مدى يعني نجاحه السنه اللي فاتت حرام ان الفكره تموت لمجرد انها تتعمل سنه، فدعم المهرجان دعم قوي جدا. فالحمد لله في بعض الناس، مش عايز اكون نسيت حد، في بعض الشركات الطيران، شركه اير كايرو، عندك مثلا هيئه تنشيط السياحه، دعموا المهرجان بشكل قوي جدا. كل الناس بتدعم المهرجان، وده الشيء اللي بيخليه. المركز القومي للسينما بيدينا معدات مثلا، انا كنت رئيس المركز القومي للسينما وعارف يعني الحكايه بتبقى عامله ازاي. الناس ادونا، الدكتور حسين بكر بعت الناس والعمال وبعت الناس كلها. انا اقصد انه في المسرح اللي انا بانيه على اللي حضرتك شفته ده في الافتتاح وفي الختام وفي الحفله، ده مسرح مكلف جدا، دي معدات كلها جايه من القاهره مش من هنا من الغردقه، والعمال اكتر من 21 عامل بالظبط، لان انا بشوف لهم سكن ببقى عارف 21 تفاصيل كتيره مش عايز اوجع دماغ المشاهدين بيها. لكن في النهايه الصوره الحلوه هي اللي بتفضل وهي اللي بتبقى، وكلامي معاك هو اللي بيفضل وهو اللي بيبقى، والناس بتبقى عارفه ان في مهرجان مهرجان سينما. مهرجان سينما يعني ايه؟ مهرجان سينما يعني حاجه كبيره جدا،
بتدعو فيه النجوم، بتدعو فيه كل نجوم المجتمع بيكونوا موجودين فيه. اشكرك وبالتوفيق ودايما متالقين. ربنا يخليك ان شاء الله. بوعدكم السنه اللي جايه ان شاء الله هتكون في افكار جديده، هتكون في نجوم جداد موجودين، هيكون في حاجات كتيره موجوده ان شاء الله. شكرا، ميرسي يا فندم، ميرسي.